لسه بنتكلم عن خطوات أي شركة اللي لازم تمر من خلالها في سبيل ديزاين أو تصميم شانل للديستريبيوشن أو للماركتينج بتاعها. الخطوة الأولانية كانت إن أنت تعرف الكاستمرز بتوعك، تعرف الكاستمرز نيد، تحللها وتانلايز. الخطوة التانية إن أنت تختار التشانل المناسبة لكل كاستمر سيجمنت، وايه الاوبجيكتيف من كل تشانل بما يتوازن ما بين الكوست، التكلفة، والسيرفيسز اللي انت بتقدمها، والبرايس النهائي بتاع البرودكت. بنوصل للخطوة الثالثة ان انت كشركة بقى تحط بدائل قدامك هتستخدمها، يعني تشوف البدائل المطروحة او الحلول الموجودة علشان تعمل ديستريبيوشن. ان انت خلاص حددت تشانل اوبجيكتيف، لازم تشوف التشانلز المطروحه كالترناتيفز، اللي هو هستخدم A ولا B ولا C ولا D، وتشوف تحدد بقى الاوبجكتيفز دي او تحدد الالترناتيفز دول او البدائل دي من خلال عده عوامل: التايبس اوف انترميدياريز، يعني عدد الوسطاء في كل تشانل، نوع الوسطاء في كل تشانل، النمبر اوف انترميدياريز، عدد الوسطاء في كل تشانل، والريسبونسبيلتيز بتاعت ايتش تشانل ممبر، كل تشانل ممبر جوه منظومه التوزيع، ديستريبيوتر، ريتيلر، بروديوسر، اكتر من ديستريبيوتر مثلا، وهكذا. دوره ايه وايه مسؤولياته او ايه هي واجباته. وتشوف تقيم بقى هتخش مرحله التقييم دي المرحله الرابعه، انما هنا بتحدد كل distribution channel alternative من خلال بقى المواضيع دي اللي هي types of intermediaries, number of intermediaries, و responsibilities of each channel members. فيديوهات افهم ماركتينج موجودة على يوتيوب وموجودة على لينكد ان. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير علشان يوصل المحتوى لأكبر عدد ممكن يكون مهتمين بمحتوى افهم ماركتينج. افهم ماركتينج كمان موجود على هيئة بودكاست، على سبوتيفاي بودكاست، وعلى ابل بودكاست، وكمان على ساوند كلاود. اعمل متابعة وشير للقناة. ولو عايز تراسلني ممكن تراسلني على الايميل افهم.marketing@gmail.com.